السلام عليكم، اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا مره اخرى في فيديو جديد وقضيه جديده. قبل ما ندخلوا في تفاصيل ديال القضيه غادي نفكر الناس اللي مازالين ما مشتركينش، ما تنساوش انكم تشتركوا. بالنسبه للناس اللي كيشوفوا الفيديو ما تنساونيش من لي جيم لي كومونتير والبارطاج، هادشي كيعاون القناه ديالنا بزاف بزاف. احداث القضيه ديالنا اليوم غادي تسافر بينا لفرنسا، قضيه اللي فيها بزاف ديال التفاصيل. هي وقعت في فرنسا، ولكن في نفس الوقت غادي نتكلموا على بزاف ديال الجنسيات. تحقيق اللي بدا من والو، ما كانت حتى شي بيست، ولكن من بعد غادي يخرجوا احداث كلها جديده وغريبه، والنهايه ديالها اغرب من البدايه. فبلا ما نزيد نطول عليكم في المقدمه، الا كنتم مستعدين خلينا نبداو. احداث القضيه كيف ما قلت لكم غادي يسافروا بينا لفرنسا ويديونا بالضبط لنهار 29 شهر 4 عام 2007، تقريبا مع 7 ديال الصباح، في واحد الغابه مهجوره جايه في واحد المنطقه نائيه. وتقريبا هذيك الغابه ما كيوصل ليها حتى شي واحد من غير السكان ديال هذيك المنطقه اللي عايشين فيها من سنين طويله، هما اللي كيعرفوا هذيك الغابه. فواحد من هذوك الناس كان عزيز عليه يمشي للغابه في الصباح بكري باش كيجمع لي شامبينيون. السيد جالس كيجمع كيستمتع بالوقت ديالو، حتى شويه غادي تبان ليه مرة اللي طايحه في الارض. منين قرب ليها غادي يتاكد باللي السيده ماشي مريضه ولا سخفانه، وانما غيعرف راسو بانه قبالت جثه. السيده اللي طايحه في الارض الوجه ديالها ما كانش كيبان، طايحه على كرشها، اليدين ديالها بجوج بهم مربوطين اللور، وجهها والحوايج ديالها شويه محروقين. فهو غادي يبعد ويعيط للجندارم بطبيعه الحال. الجندارم غادي يوصلوا من بعد شي 7 ديال الدقائق، طوقوا هذيك المنطقه، وهنا غادي يبداو التحقيقات ديالهم من بعد ما الطبيب اللي كان مرافقهم غادي ياكد باللي البنت فارقة الحياة وكيتبين على انها مازال صغيره. كيف ما قلت لكم البنت الملامح ديالها ما كانوش باينين لانها كانت كلها محروقه، يديها بجوج بهم مربوطين اللور وعليها شي ضربات هكذا في الجسم ديالها. قدامها واحد الصاك اللي كان كله محروق، يعني الوراق ديالها كل شيء كان محروق، ما قادريش انهم يتعرفوا على الهويه ديالها. فالجندارم اللي كانوا كيقلبوا تما على الادله الجنائيه غادي يلقاو قدام الصاك واحد ليتيكات صغيره اللي كانت لاصقه في هذاك الصاك، وانما طارت يمكن بالغلط والفاعل نسى انه ما يحرقهاش. غادي تهز بطبيعه الحال حتى هي مع الادله، وغادي يعرفوا على ان عليها ادين ذكري. غادي يلقاو جوج ديال لي زادين ذكريه، يعني جوج ديال لي زادين ديال الرجال. وحده غادي يلقاوها في هذيك ليتيكيت ديال الصاك، والثانيه غادي يلقاوها على السروال ديال الجين اللي كانت لابسه. المهم غادي يحاولوا يزيدوا يقلبوا، لقاو تقريبا على بعد هذيك المنطقه فين لقاو الجثه تقريبا بواحد 700 متر واحد الاثار ديال شي صباط او سبرديله نمره 43. كيتاكد على ان هادو غادي يكونوا خطوات ديال راجل، وقدام هادوك الخطوات كاينين روادي ديال طوموبيل اللي كيبانوا انهم مازالين جداد، بحكم ان الغابه ما كيوصل ليها حتى شي واحد، يعني صغار فين شي حد كيكون تما. يعني ان هادوك الاثار بقاو هكاك تقريبا المده ديال يومين او 3 ايام. اللي اثار الانتباه المحققين هذيك الساعه، وكيف ما قلت لكم هذيك الغابه ما كيعرفهاش اي واحد، وماشي اي واحد كيوصل ليها. وغادي يعرفوا بلي في هذيك الغابه بالضبط الناس اللي ساكنين في هذيك المنطقه والنواحي معروف على انهم كيمشيو تما كيتلاقاو بائعات الهواء، كيمشيو التجار ديال الممنوعات، وكيمشيو حتى المثليين. يعني كاين واحد لو كوان تما اللي كيتجمعوا فيه وكيديروا فيه هذوك المصائب ديالهم. فهنا المحققين كان صعيب عليهم على انهم يعرفوا شنو اللي غادي يكون وقع لهذيك البنت بالضبط. واش هي بائعه هواء؟ واش هذا شي مشكل ديال الحب؟ واش شي مشكل ديال الفلوس؟ واش ديال الممنوعات؟ المهم كانوا عندهم بزاف ديال الاسئله اللي ما ليهمش حتى شي جواب. لان اول حاجه واللي غادي تبين لينا شويه ديال الضوء باش نزيدوا في هاد لابيست هي الهويه ديال البنت اللي بقات مجهوله. المحققين تقريبا من بعد ما غادي يدوز واحد اليومين وهما ما عارفين شكون هي هذيك البنت، لان الجثه غادي تهز، غادي تصيفط لمستودع الاموات وباش انهم يديروا ليها التشريح. ولكن في نفس الوقت ما جا حتى شي واحد سول عليها ولا قال باللي رحنا تالفه لينا شي بنت ولا ما لقيناهاش. يعني القضيه كانت بارده. داكشي علاش غادي يستعنوا بالاخبار. مقدم ديال البرنامج غادي يقول في النشره الاخباريه ديالو بلي راه لقاو جثه ديال واحد البنت في وسط من الغابه، وغادي يعطي الاسم ديال لا ريجيون، وغادي يقول لهم زعما اي واحد تلفات له شي بنت اولا كيتصل بشي بنت ما كتجاوبوش هاد المده كامله يحاول على انه يتواصل مع الجندار. وفي نفس الوقت النتيجه ديال الطب الشرعي غادي تخرج. النتيجه ديال التشريح كتاكد باللي هاد البنت العمر ديالها تقريبا ما بين 20 و 25 عام، غادي تكون فيها تقريبا شي متر و 56، والوزن ديالها ما بين 45 و 47 كيلو.
سبب الوفاه ديالها كانت ضربه قويه على راسها اللي هشمت ليها الجمجمه ديالها. غادي يلقاو باللي اخر حاجه استهلكتها هي الممنوعات، يعني كمات شي حاجه. ومن بعد غادي يعرفوا باللي هذاك التيشيرت اولا واحد صوفيت ما كانت ملويه لها بها اليد هي اللي كانت لابسه، يعني تقطع منها واحد الطرف ومن بعد يديها بجوج بهم تلووا بها، وما معرضاش لاعتداء جنسي. واخا لقاو ادين ذكري على الجين ديالها، ولكن الطب الشرعي كيأكد باللي في هذيك اللحظه ما كانتش معرضه لاعتداء. اما بالنسبه ديال الوقت ديال الوفاه ديالها فالطبيب كيرجح انها غادي تكون تصفات ليها ما بين 12 و 3 ديال الصباح، الليله اللي كتفرق ما بين 27 و 28 شهر 4. تقريبا من بعد 3 ايام على وقوع هذه الكارثه، 3 ايام ما تلقات الجثه، مازال ما كاين حتى شي اخبار. غادي تصل بهم واحد السيده سميتها ليليان تقريبا في الخمسينات من العمر ديالها، وقالت لهم باللي هي كاريه لواحد البنيه مازال صغيره، مازال غير في البدايه ديال العشرينات، وبلي كتصل بها وهي ما كتجاوبهاش، وهادشي ماشي من العادات ديالها. اخر مره تشافت فيها كانت نهار الجمعه 27 شهر 4. ليليان غادي تجي عندهم المركز الشرطه وغادي تبقى كدلي بالاقوال ديالها. قالت لهم باللي هاد البنيه يلا خدمات في واحد الريستورون، كانت فرحانه به وعجبها الحال، وهذاك النهار مشات باش تخدم. تقريبا بدات الخدمه ديالها مع ديك 6 ونص 7 وكانت غادي تسالي مع 11. وهي معروفه انها منين كتكون خدامه النهار الثاني لانها كانت غادي تخدم حتى السبت ما عندها فين تمشي، يعني كتخرج من الخدمه ديالها كتجه للدار. وانما هذاك النهار ما جاتش. ليليان بدات كتقول باللي يمكن مشات عند شي صديقه اولا شي صديق، ولكن بدات كتصل بها لمده ديال يومين 3 ايام والبنت ما ليهاش الاثر. المحققين غادي يسولوها شنو كانت لابسه هاد البنيه. قالت لهم كانت لابسه سروال ديال الجين، كانت لابسه شي زوفيتمون في اللون الابيض، وكانت لابسه واحد لافيست ديال الجين. فهنا غادي يعرفوا باللي وصلوا لواحد 98 ديال التطابق، لان الجثه اللي لقاوها في الغابه كانت لابسه نفس الحوايج. فهما غادي ياخذوا امر باش انهم يمشيو للبيت ديالها، هزوا شي بصمات، هزوا واحد العينه ديال الدين من شيته ديال السنان ديالها، وفعلا غادي يطبقوه على البصمات والعينات اللي لقاو على الجثه. من بعد ايام قليله غادي يطلع تطابق، يعني ليليان البنت اللي كتبحث عليها هي اللي لقاو الجثه ديالها في الغابه. جينيفر شارون فرنسيه في العمر ديالها 21 عام، خدامه في واحد الريستورون وكاريه عند ليليان والزوج ديالها. ليليان كانت كتحمق عليها، كتحسبها اكثر من بنتها. جينيفر عاشت مع الوالدين ديالها، ولكن تقريبا منين دارت 13 عام غادي يوقع طلاق بيناتهم. فمن بعد غادي تمشي تعيش مع باباها ومرات باباها، ولكن تقريبا غير دات 18 اولا قبل من 18 قررت على انها تخرج من الدار وتستقل بذاتها. في الاول كانت ساكنه في واحد العماره اللي كيسكنوا فيها الطبقه اللي قل من الفقراء اللي كاينين في فرنسا، يعني البنت ما كانت كتلقى ما تاكل، كانوا عندها صعوبات كثيره. ومن بعد غادي تلقى هاد ليليان اللي غادي تتعرف معها، وليليان اقترحت عليها انها تجي وتكري لها بيت في الدار ديالها. فداك الشيء اللي كان كرات عندها جينيفر، بقات العلاقه ديالهم مزيانه لدرجه ان هي اللي كانت كطيب ليها الماكله، كتصبل ليها وكل شيء، يعني كتعامل معها اكثر من بنتها. ومن بعد لقات ليها خدمه في هذاك الريستورون اللي كانت طايره بالفرحه بها. جينيفر كانت واحد البنت اللي كتضحك، محبه للحياه، زوينه، وما عمرها ما دارت شي مشاكل، يعني كانت بنت اللي مؤدبه وعزيز عليها المعقول. المحققين من بعد ما غادي يعرفوا الهويه ديال جينيفر، وباش انهم يعلموا العائله ديالها والناس اللي كيعرفوها، لان قالت لهم ليليان باللي ما كاين حتى شي كونتاكت بينها وبين العائله ديالها، يعني من الوقت اللي تفرقت معاهم ما كيسولوا فيها ولا حتى شي حاجه. فالمحققين غادي يقترحوا على انهم يعلنوا هذا الخبر عاوتاني في الاخبار، هكذا يشوفوها العائله ديالها ويتقدموا لهم باش ياخذوا الجثه. عاوتاني المذيع ديال الاخبار غادي يقول بلي الجثه اللي تلقات في الغابه هي ديال جينيفر شارون. شافوها العائله، شافوها الصحاب، وشافوها بزاف ديال الناس، ومن بينهم كان الصديق السابق ديال جينيفر. كان جالس هو وصحابه حتى شويه غادي يشوف هذاك الاعلان او هذوك الاخبار اللي غادي يرونوه. هذيك الساعه ناض خدا الطوموبيل ديالو وغادي يتجه للدار ديال جينيفر اولا الدار ديال ليليان اللي واخده بيت منه جينيفر. المهم غادي يمشي وغادي يلقى الدنيا تما مطوقه بالمحققين، لانهم كانوا كل مره مازالين كيمشيو للبيت ديالها كيقلبوا بطبيعه الحال كيقلبوا على الادله الجنائيه. المهم هنايا غادي يمشي ويدق على هذاك البيت وغادي يحل واحد المحقق، حتى غادي يلقى واحد السيد واقف قدامه وكيقول لهم انا هو صديق السابق ديال جينيفر، واش محتاجين شي حاجه وشنو اللي وقع بالضبط. هاد السيد الاسم ديالو عبد العزيز سمير، كلشي كيعيط له سمير، فحتى حنا غنبقاو كنعيطوا له غير سمير في التفاصيل ديال القضيه. هو جزائري الجنسيه، تعرف على جينيفر تقريبا في شهر 3 عام 2007، دخلوا في علاقه بيناتهم، ولكن من بعد تقريبا واحد 3 ديال الاسابيع اولا شهر
غادي يتم الفراق بيناتهم. ولكن كيأكد المحققين بلي العلاقه ديالهم بقات مزيانه، يعني بقاو اكثر من اصدقاء وما عمر شي مشكل وقع بيناتهم. داكشي علاش منين شاف الاسم ديالها والصوره ديالها في الاخبار تصدم وباغي يعرف شنو اللي وقع. تكلم من بعد حتى مع الصحافه، عبر ليهم على الحزن ديالو، باللي هادشي اللي وقع ما كانش خاصو يوقع، وباللي هذا اللي دار هاد الكارثه في جينيفر كيخصو الاعدام، يعني واخا يتحكم بالمؤبد، واخا ما عرفت شحال يحكموا عليه، ما كيستاهلش انه يبقى على قيد الحياه. المهم كخطوه اولى المحققين كان خاصهم يتبعوا التحركات ديال جينيفر هذاك النهار منين خرجت من الريستورون فين هي خدامه، شنو اللي وقع ليها وفين مشات، لان هي نورمالمون خرجت مع 11 من الريستورون، كان خاص هذاك ساعات تمشي للدار وتدخل، ولكن في هذاك التراجي ما بين الريستورون والدار فين وقعت ليها هاد الكارثه. فهما غادي يتبعوا التليفون ديالها اول حاجه هذاك النهار، شنو اللي كانت كدير به، شكون اللي اتصل بها، باش هكذا شي شويه يعرفوا الخطوات ديالها. غادي يعرفوا بلي خرجت من دارهم تقريبا مع ديك 6 اولا 6 الا ربع باش انها توصل للخدمه ديالها. تقريبا مع 6 و12 دقيقه غادي تجيها مكالمه من عند شي حد معيط لها غير من هذوك التليفونات ديال الزنقه. المهم شي حد بقى كيتكلم معاها تقريبا شي 8 ديال الدقائق، ومن بعد قطعات ودخلت تخدم. خرجت مع 11. كاينين شي شهود كيأكدوا بلي من بعد منين خرجت من الريستورون دخلت لواحد البار كاين قدام الريستورون باش تكلم مع شي صديقات ديالها، سلمت عليهم، بقات كتهضر معاهم، عرضوا عليها تجلس معاهم، ولكن هي قالت لهم بلي ما قادراش تشرب، بلي خاصها تمشي للدار لان النهار الثاني عاوتاني خدامه. ومول البار كان في هذيك الساعه وشاف هذيك لاسين كامله، وحتى هو غادي يدلي بالشهاده ديالو بلي جينيفر دخلات هضرات مع الصديقات ديالها عادي، ما كان عليها لا توتر ولا خلعه ولا حتى شي حاجه، ومن بعد خرجت. تتبع ديال التليفون ديالها غادي ياكد باللي مع 11 و13 دقيقه جاتها مكالمه اخرى. هي في الاول كانت شاده الاتجاه ديال الدار، فمنين جاتها هذيك المكالمه عاوتاني من التليفون ديال الزنقه، جاتها هذيك المكالمه غادي تقلب الطريق، ما بقاتش غادا للدار، غادي تقلب الطريق اتجاه المدينه. ومن بعد التليفون ديالها كيأكد باللي مشات بعدات تقريبا بشي 7 كيلومتر الاتجاه ديال هذيك الغابه، والغابه مستحيل تمشي ليها على رجليها بهذيك السرعه، يعني انها ركبات في شي طوموبيل ومشات. دابا السؤال المطروح، شكون اللي اتصل بها في التليفون؟ غادي يحاولوا يلوكاليزيو هذاك التليفون ديال الزنقه منين جاها هذاك الاتصال، فهما غادي يعرفوه ويمشيو كيحاولوا يديروا هذيك الفرضيات ديال البصمات، يعني يهزوا البصمات، ولكن شحال قدهم لان التليفون كيتستعمل بزاف، داكشي علاش غادي يحيدوا هذيك لابيست ويمشيو يقلبوا في حاجه اخرى. اول واحد غادي يجي لهم في بالهم واللي غادي يقرروا انهم يجيبوه لمركز الشرطه ويحققوا معاه كان هو سمير. سمير الا بقيتوا عاقلين هو اللي كان مشى عندهم للدار وقال لهم باللي انا صديق سابق ديالها ولا احتاجيتوا شي حاجه. المهم غادي يقولوا له اجي عندنا لمركز الشرطه. فسمير فعلا غادي يمشي وغادي يبقاو كيسولوه كيفاش دايره العلاقه ديالك مع جينيفر، شحال وانتم اصدقاء. فهو غادي يقول لهم باللي كنت دخلت معها في علاقه تقريبا لمده ديال شهر، ولكن من بعد ما تفاهمناش وكل واحد شد طريقه، ولكن العلاقه ديالنا بقات مزيانه. غادي يطلبوا منه عينه ديال ADN لان كانوا لقاو جوج ديال لي ADN كيف ما قلت لكم على الجثه ديال جينيفر. ما غاديش يدوز وقت طويل حتى غادي يعاودوا يستدعيوه، وهاد المره باش انهم يواجهوه باللي هذاك ADN طلع متطابق مع ADN ديالو، يعني واحد من لي ADN اللي لقاو عليها خصوصا ADN اللي كان في الجين كان ديال سمير. هو بصراحه ما غاديش يتصدم، غادي يقول لهم امر طبيعي تلقاو ADN ديالي لان بجوج بينا كانت عندنا علاقه، وغادي ياكد لهم بلي تقريبا شي 12 يوم قبل من هاد الواقعه تلاقاو بجوج بيهم في الدار ديال شي صديقه ديالهم ووقعت بيناتهم علاقه وكانت لابسه نفس الجين. ولكن هنايا ليليان من بعد ما غادي يتكلموا معاها اكدت لهم باللي 5 ايام قبل من الواقعه صبنات هذاك الجين وهي عاقله عليه، ما يمكنش الجين يتصبن وغادي يبقى عليه ADN ذكري. ولكن سمير كان شاد في الهضره ديالو كيقول لهم انا ما كذبتش وانا ما كنتش معاه هذاك النهار نهائيا. هنايا المحققين غادي يديروا واحد القضيه باش ما يظلموهش، غادي يمشيو ويشريو نفس الجين من نفس لا مارك نفس لا طاي وكل شيء، وغادي يديروا عليها ADN ديال سمير، وغادي يديروا هذاك السروال اللي يتصبن. فمنين تصبن السروال وعاوتاني داروا عليه التحاليل غادي يلقاو بلي ADN ديال سمير مازال كاين، يعني انه ما كذبش. فباش يزيدوا يتاكدوا غادي يجيبوا عاوتاني سروال وغادي يحطوا عليه ADN ديال سمير وغادي يعطيو ليليان هي اللي تصبنوا، يعني تصبنوا في لا ماشين لافي ديال ليليان بنفس البرودوي نفس لا تمبيراتور وكل شيء. وعاوتاني من بعد التحليلات غادي يخرج بلي ADN الذكري ديالو مازال كاين الاثار ديالو في السروال.
يعني هنا واش كيكذب ولا لا؟ بصراحه المحققين بقاو محتارين. سمير من بعد غادي يسولوه شنو هو البروغرام ديالك هذيك الليله، يعني ما بين 23 و 24 شهر 4. غادي يقول لهم بلي هذاك النهار كنت عند واحد جاري، كنا قصارين وكانوا معنا بزاف ديال الدراري هكذا كيتجمعوا بيناتهم في شي دار وكيبقاو كيشربوا وانتم عارفين. وغادي يقول لهم باللي كان واحد جاري اللي كنعرفوا الاسم ديالو رشيد، حتى هو من اصول جزائريه، باللي حتى هو كان مقصر معنا في هذيك الدار. فالمحققين من غادي يمشيو ويجيبوا هاد رشيد غادي يقول لهم هذاك النهار ديال الجمعه كنا جالسين قصارين كاملين، ولكن غادي يقول لهم باللي سمير جاه شي تليفون تقريبا مع ديك 12 ديال الليل وخرج وما عاودش رجع. سمير منين غادي يواجهوه بالاقوال ديال رشيد بقى كيتفتف وكيدخل ويخرج في الهضره وكيقول لهم ما يمكنش. وشويه عاوتاني غادي يقول لهم راني عاد عقلت، هذيك الخرجه اللي خرجت راني مشيت للدار ديال واحد صاحبي دوشت وعاوتاني رجعت لعندهم، لانني كنت شارب بزاف وما كنتش عاقل على راسي اشنو كندير، ولكن انا عاقل مزيان باللي ما خرجت وما مشيت لتا شي بلاصه. وهنايا غادي يمشيو البوليس عند هذاك رشيد وغادي يبداو كيضغطوا عليه مزيان، لانه هو من الاول الاقوال ديالو متضاربه وكيدخل ويخرج في الهضره. فرشيد غادي يجيهم من التالي وغادي يقول لهم بلي سمير جا لعنده وقال له الا جاو عندك البوليس وسولوك عليا قول لهم بلي هذيك الليله راني كنت قصر معاكم وما خرجتش، وهو في الحقيقه راه فعلا خرج. غادي يتم القاء القبض على سمير هذيك الساعه بطبيعه الحال على الخلفيه ديال الاعترافات ديال رشيد وبزاف ديال الحوايج فلو ما باينينش، وغادي يكون هو المشتبه به الرئيسي او الاول في هذه القضيه، لان هنايا كنقلبوا على جوج ديال الرجال. الا بقيتوا عاقلين لقينا جوج ديال لي زادين، واحد متطابق مع سمير والثاني علامه استفهام. عياو ما يتكلموا مع سمير، شكون اللي كتعرف، شكون اللي عاونك، شنو اللي وقع هذاك النهار، خصوصا على انهم من بعد ما غادي يمشيو يسولوا صحابو غادي يعرفوا بلي العلاقه ما بينه هو وجينيفر كانت علاقه اللي متدهوره لدرجه انه بعض المرات كان كيشدها ويضربها ويعنفها، لان سمير كان شويه معصب، كانت الظروف ديالو حتى هي معصبه، ما كانش خدام، كان كيتعاطى بزاف ديال الممنوعات. فالبوليس غادي يرجحوا الفرضيه ديال انه يمكن الا كان متعاطي لشي كميه كبيره ديال الممنوعات خلاتو يفقد السيطره وخلاتو على انه يصفيها لجينيفر، يعني ان سمير كان متورط في هذه القضيه بنسبه 80%. ولكن خاصنا نعرفوا شكون اللي كان معاه. المحققين الوقت اللي كانوا كيحققوا مع سمير ومع الاصدقاء ديالو كيقلبوا في لابيست ديال سمير كانوا ما موقفينش البحث على هذيك الشخصيه الثانيه، بداو كيقلبوا في السجلات اللي عندهم على ناس اللي عندهم سوابق في نفس النوعيه ديال الجرائم واللي كيسكنوا في لونطوراج ديال جينيفر. فهما غادي يطيحوا على واحد الشخصيه اللي سميتو جوزي مانديس. جوزي في شهر 11 عام 1990 غادي يهجم في الدار ديال واحد البنت سميتها اليزابيث تقريبا في العمر ديالها 22 عام، تكرفس عليها، غادي يحاول يشعل العافيه في الدار وغادي تشعل في واحد المنطقه، سد عليها الباب بالساروت ومشى. هي في هذيك اللحظه كانت فاقده الوعي، فمن بعد منين غادي تفيق لاحت راسها من دوزيام ايطاج، وداكشي علاش قدروا على انهم يعتقوها واخا كانت غادي تموت. فهو غادي يتشد على الخلفيه ديال الاعتداء، اضرام النار، وعلى انه حاول انه يقتل واحد الروح. غادي يحكموا عليه ب20 عام ديال السجن، تشد فيها تقريبا 13 عام، وفي عام 2003 غادي يخرج. جوزيف الاول غادي يخرج داخل سوق راسو، ما كياديش الناس، تزوج، ولد واحد البنيه، ولكن من بعد عاوتاني غادي يرجع للحاله ديالو، عاوتاني الممنوعات، كيشد البنات ويتكرفس عليهم، المهم ما كانش كيدير نهائيا شي حاجه اللي كتبشر بالخير. وكيف ما قلت لكم كان ساكن قدام جينيفر. فالمحققين غادي يشكوا فيه، خصوصا انه هو عنده مع هذه القضيه ديال انه يتكرفس على البنت ويشعل فيها العافيه، وخصوصا انه من بعد ما خرج من السجن شافوا واحد طبيب نفسي، يعني جلس معاه وغادي يكتب لهم في لو دوسي باللي هذا السيد قادر على انه يرتكب شي جريمه اخرى في حل الاولى. علاش خلاوه يخرج الله اعلم. المحققين غادي يمشيو يلقيو القبض على جوزي وغادي يجيبوه لمركز الشرطه، غادي يعرضوا عليه اول حاجه التصويره ديال جينيفر، سولوه واش كتعرف هادي، فهو غادي يقول لهم لا وما عمرني ما شفتها. شويه وراوه التصويره ديال سمير وعاوتاني غادي يقول لهم نفس الهضره باللي انا ما عندي حتى شي علاقه بهذه القضيه وانتم راكم غير كتضيعوا وقتكم. هنا المحققين بالصدفه غادي يعرفوه بانه نهار الجمعه كان مع واحد صديق ديالو اللي اصلا دائما كيكون هو وياه في الطوموبيل وكيبقاو كيدوروا، فكاينين شي شهود اللي قالوا بلي نهار الجمعه تقريبا نهار كامل هذاك صديق ديالو كان معاه. فهما غادي يجيبوا هذاك الصديق ديالو اللي غير غادي يجلس، غادي يعترف ليهم باللي نهار الجمعه كانوا فعلا غاديين في الطوموبيل تقريبا مع ديك 6 الربع، غادي يشوف واحد البنت زوينه، فهو غادي يمشي عندها، خدا النمره ديالها ومباشره غادي يمشي لواحد التليفون اللي كيكون في الزنقه وقال له بلي غادي نتصل بها باش نعرف واش النمره هي هذيك. فغادي يتصل بها تقريبا مع 6 و12 دقيقه،
وهنا المحققين غادي يعرفوا بلي هاد الهضره صحيحه، لانه هو منين اتصل استعمل لاكارت الخاصه به اللي فيها المعلومات ديالو. والمحققين من بعد غادي يعرفوا بلي فعلا مع 6 و12 دقيقه اتصل بالنمره ديال التليفون ديال جينيفر. صافي من بعد غادي يرجع عنده وغادي يقولوا راني درت معها نتلاقاو في الليل. هو جوزي منين كيسولوا على هاد القضيه كيقول لهم هادشي ما منوش، وانا في الاصل كنت باغي نتصل بواحد الولد سميتو كريم كنعرفو، وهي جاوبتني هذيك جينيفر، ولكن من بعد راه دوزت لي كريم وراني تكلمت معاه ورحنا قضينا الامور ديالنا. يعني ان هاد كريم كان مع جينيفر وكانوا كيتصلوا بجوج بهم بالتليفون ديال جينيفر. غادي يمشيو عند الزوجه ديال جوزي اللي غادي تاكد ليهم باللي هذيك الليله جوزي غادي يجي تقريبا حتى لشي 4 ديال الصباح. جا كله مخلوع وغادي تلقى باللي كاين تحت الضفر ديالو كاين الدم وعليه شي اثار ديال الدم في حوايجو. فغادي يحيد هذوك الحوايج وغادي يقولها صبني لي هاد الحوايج، ومشى ديك الساعه دوش. والنهار الثاني غادي يطلب منها تدي الطوموبيل وتغسلها مزيان، وكيأكد عليها غسليها مزيان، وغادي يلقاو شي اثار ديال الدم على الطوموبيل. فمنين غادي تسولوا مراتو شنو اللي واقع وشنو هو السر ديال هذاك الدم كامل، غادي يقولها بلي هذيك الليله ديال الجمعه اللي هي 27 شهر 4 عام 2007 دابز مع واحد الولد اللي كيقولوا ليه لو مانيفيك. هو معروف على انه كيبيع ممنوعات وكل شيء. المهم دابزوا مع بعضياتهم، وهنايا غادي يقولها راني ضربته بالموس واحد الضربه خايبه، بدا كينزف داكشي علاش بغيت نحيد الاثار. فالمحققين غادي يمشيو مع هاد لابيست، ياك ما بصح غير ضرب شي حد، داكشي علاش كانوا هادوك الاثار ديال الدم. مشاو كيقلبوا في هذيك المنطقه على شكون اللي سميتو لو مانيفيك. فهما منين غادي يجيبوه غادي يلقاو بلي السيد ما مضروب ولا حتى شي حاجه. سولوه على البروغرام ديالو هذاك النهار، غادي يقول لهم بلي انا كنت شارب بزاف، وعطاهم السميه ديال 3 ديال البنات، وقال لهم يمكن كنت مع وحده فيهم، سولوهم. هادشي اللي كيأكد على ان جوزي كيكذب عليهم. غادي يطابقوا لادين ديال جوزي مع لادين الثاني اللي لقاو قدام مسرح الجريمه فين تلقات الجثه ديال جينيفر، ومن طبيعه الحال غادي يطلع تطابق، يعني ان جوزي هو الراجل الثاني اللي كنا كنقلبوا عليه. من بعد في المحاكمه غادي تكون مواجهه ما بين جوزي وما بين سمير، وهاد المره جوزي غادي يعترف بانه كيعرف سمير وباللي هو هذاك كريم اللي كان كيتصل به في التليفون. جوزي كيقول باللي هو على اساس كيعرف سمير ويمكن غير تخلط له الاسم مع كريم. فمن بعد اتصل به في التليفون وجينيفر هي اللي غادي تجاوبه. غادي يقول لهم ملي كانوا دايرين بروغرام على اساس غادي يتلاقاو في الليل، وفعلا سمير هو اللي غادي يجيب جينيفر وغادي يمشيو يجلسوا جنب البحر. بقاو جالسين وجوزي كان كيضحك وكيلعب هكذا مع جينيفر، يمكن قاصها في لاشوميز ديالها، داكشي علاش لا داين ديالو بقى عليها. وغادي يقول بلي من بعد سمير وجينيفر غادي يبداو كيدابزوا، فانا نضت مشيت بحالي وحتى جينيفر غادي تنوض وتمشي. هو مشى قضى شي اغراض ديالو، ومن بعد منين سالا غادي يمشي يجلس في واحد القهوه باغ، وتما غير غادي يدخل لقى جينيفر اللي جالسه وكتشرب قهوه. فهو غادي يمشي ويجلس حداها يبداو كيهضروا، وشويه غادي يدخل سمير وما عجبوش الحال، بدا كيدابز معاهم وكيتغاوتوا، ومن بعد صافي جوزي غادي ينوض ويمشي بحاله. المحققين من بعد من غادي يقلبوا في هذه القضيه وغادي يمشيو لنفس هذيك القهوه اللي غادي يقول لهم. اول حاجه الشيف ديال القهوه كيقول لهم باللي هذاك النهار ما وقع حتى شي دباز، يعني ما كاينش سمير دخل بدا كيغوت، قالوا علاش جالس معاها، هادشي ما كاينش منه. اما بالنسبه لا كونسوماسيون اللي كيقول لهم باللي انا مشيت لقيتها واخده قهوه وعنديك ساعات جلست انا وخديت قهوه، فعاوتاني المسؤول ديال هذيك القهوه كيقول لهم باللي هادشي ما كاينش. غادي يبداو كيقلبوا في التوقيت اللي كان فيه جوزي، وغادي يعرفوا باللي جلسوا جوج ديال الناس وفي نفس الوقت خداو بجوج بهم قهوه. هادشي اللي كيأكد على ان جوزي كان جالس هو وجينيفر ساعات قليله من بعد الوفاه ديالها، وبلي سمير ما كانش. غادي تسالي هذيك الجلسه وعاوتاني غادي يعطيوهم موعد للجلسه اخرى، وفعلا عاوتاني غادي يتقابل جوزي وسمير، وهاد المره سمير غادي ينوض ويبدا كيغوت وغادي يقول له شوف فيا مزيان، شوف فيا مزيان، واش انت كتعرفني؟ انا راه ما عمرني ما شفتك. وجوزي بكل برود غادي يقول لهم باللي انا ما كنعرفوش. الفرضيه ديال المحققين كان هو ان البنت هذاك النهار كانت غادا الخدمه ديالها تقريبا مع 6، فهو غادي يتلاقاها وطلب منها الرقم ديالها، اتصل بها في التليفون وقال لها انا مع 11 غادي نعاود نتصل بك، لان يمكن هي قالت له بلي انا خدامه هذاك الوقت. فعلا مشات هي خدمات، خرجت مع 11، دازت لهذاك البار، جلست شويه مع صحاباتها او غير سلمت عليهم، ومن بعد خرجت لان مع 11 و13 دقيقه غادي يتصل بها. مشات عنده قدام المدينه، ركبت معاه، مشاو بجوج بهم شربوا قهوه، ومن بعد غادي يتجه بها لهذيك الغابه.
والدليل القاطع على هذا الشيء هو هذاك لادين وهذيك المكالمه اللي تخلصات بلا كارت الشخصيه ديالو، لا المكالمه ديال 6 ولا المكالمه ديال 11 و13 دقيقه. من بعد هاد التحقيقات كاملين وهادشي اللي توصلوا ليه البوليس تقريبا في 2008 غادي يتم اطلاق السراح ديال سمير، على اساس هو ما عنده حتى شي علاقه في هذه القضيه، لان المحاكمه كان مازال ما تمات، يعني سمير مازال ما عندوش نطق بالبراءه. ولكن واخا هكاك القاضي غادي يقول بلي ما عندها حتى شي معنى يبقى هذا الوقت كامل في السجن والسيد ما عليه حتى شي دليل. داكشي علاش غادي يتم اطلاق السراح ديالو. وانما المحامي ديال جوزي ما غاديش يبغي، غادي يقول لهم الا طلقتوا السراح ديال سمير طلقوا حتى ديال جوزي، لان راه لي زادين ديالهم بجوج بهم لقيتوهم في مسرح الجريمه. داكشي علاش غادي يعاود يتشد سمير على الخلفيه ديال القتل العمد ديال جينيفر تقريبا في 2010، يعني من 2008 حتى ل 2010 وهما معتقلين. وفي شهر 12 عام 2010 جوزي غادي يموت بسكته قلبيه على العمر ديال 45 عام وسط من السجن، وغادي يبقى سمير هو الوحيد في هذه القضيه. المحاكمه ديالو الاخيره اللي كانت عام 2011 غادي يكونوا حاضرين فيها بزاف ديال الناس، خصوصا الناس اللي كانوا جالسين قصارين معاه في هذيك لابارتمون النهار ديال الاختفاء او القتل ديال جينيفر. غادي يعاودوا يتكلموا وغادي يعاودوا يشهدوا باللي هذاك النهار سمير كان معاهم وما خرجش. والبوليس في التحقيقات ديالهم غادي يعرفوا باللي ما بين سمير ورشيد اللي كان شهد فيه باللي جاتو مكالمه مع 12 ومشى، غادي يعرفوا باللي اصلا هما كانوا مدابزين وعندهم شي مشاكل، لان سمير كانت عنده علاقه غراميه مع الزوجه ديال رشيد. داكشي علاش بحال الا بقى حالف فيه وبغى على انه يغرقه. وعلى هذا الشيء كامل غادي يتم الحكم عليه بالبراءه، باللي هو ما عنده حتى شي علاقه بالقتل ديال جينيفر، والمسؤول الوحيد كان هو جوزي. وهنا غادي نوصل للنهايه ديال القضيه ديال اليوم. ما تنساوش تخليو لي في التعليقات شنو الراي ديالكم. غادي نتلاقاو حنايا ان شاء الله في فيديو جديد وقضيه جديده. السلام عليكم.